هو الوقت مهم في الشغل؟ يعني مثلا لو خدت شغلانة وتأخرت يوم أو يومين إيه اللي يحصل؟ والله الوقت مهم جدا في البلد دي. وتاني حاجة أنت لما ما تخش على شغلانة ما تقدرها كصنايعي مثلا تاخد 5 أيام، ادي لنفسك براح، قول له مثلا 7 أيام، زودها يومين يا سيدي، لأنه طبعا الأمريكي أو الزبون ما يبقى عامل حسابه في خطة معينة. هنا مش يشتغلوا كده وخلاص، كل حاجة عندهم مخططة بوقت وموعد. لأن ممكن يكون موظف ياخد أجازي، أو مثلا عنده أولاد صغيرين في البيت يجيب لهم بيبي سيتر لو هو وزوجته ما يشتغلوا، ما يرتب نفسه على حسب اليوم اللي انت هتقول له فيه هخلص الشغل، فما يبقى مظبط نفسه حاطط بلين او خطة على اساس هيمشي. طبعا مش كل الزباين، في زباين محترمة لو تأخرت يوم او يومين عادي يمشي لك الدنيا، بس هي في زباين ما تبقى تحب تاخد منك الكلمة تبقى على الموعد بالظبط. بس كمثلا شروط جزائية او كذا انا والله ما حصلت حاجة معي، اللهم لك الحمد حتى الان يعني. بس مرة واحد عربي اشتغلت عنده، المهم كنت جاي له اخلص الجمعة، وبعد ده الشغل كان بيت كبير دوريا، اتضغط قال لي معقول يا عصام هتخلص الجمعة؟ قلت له بإذن الله. قال لي لو ما خلصتش هخصم منك 1000 دولار. فصراحة ضغطت نفسي ساعتها، كنت اشتغل يعني ساعات متأخرة لأنه البيت كان فاضي، بس الحمد لله خلصت في الموعد وما خصمش حالي. لكن هم صراحة يحبوا الموعد، يعني مثلا لو قلت له اسبوع تحاول تخلص في اسبوع، بس مثلا هو يعمل لك حاجة مثلا او يخصم منك فلوس والله ما حصل الصراحة يعني. وانت زي ما قلت لك كصنايعي قدر الوقت كويس، لانه هو معي يحط خطة لنفسه على اساس كلمتك، فما يحبش التأخير. يعني حاول تراعي ايه، ظبط نفسك ومواعيدك. وفي ناس ما تعتمد العقد وممكن يخصم منك فلوس على حسب يعني. بس صراحة الدنيا ماشية يعني، ما فيش مشاكل يعني. تحياتي ليك.